في علامات مضيئة وفي حاجات احنا ما بنقدرش ننساها بمرور الوقت. إمم. لان الحمد لله الواحد ما عندوش ذاكرة السمك اللي هو يقدر يعني مش عايز اقول لك غصب عنه ينسى، لا الحمد لله لسه ربنا كرمنا بالموضوع ده. لكن طبعا الناس اللي وقفت معايا في بداية حياتي ما اقدرش آه. انساهم. إمم. يمكن انا في البداية انا اشتغلت مع الاستاذ نجيب المستكاوي، آه. قعدت فترة معاه الحقيقة يمكن شهور، لكن علمني النقد الرياضي. نعم. الشيخ النقاد. طبعا استاذ نجيب المستكاوي، وكان الاستاذ حسن مش عارف، يعني عايز اقول لك، لكن هو كان التعامل ما كانش مباشر غير 3 4 مرات، لكن انا اتعلمت منه كتير. طبعا الاستاذ نجيب المستكاوي ده مدرسه عظيمه طبعا. جدا في النقد الرياضي. من برضو الحقيقة اتعلمت. النقد الرياضي وجوانب كتيرة على المستوى يعني التعامل مع الناس، يعني كان متواضع جدا جدا كان جدا جدا. كان يعني بيتعامل مع الشباب كمان بكل تقدير وبكل احترام وبيدعمهم. طبعا انا اتاثرت بالكلام ده، وانا لما توليت ربنا كرمني وتوليت رئاسه تحرير عدد كتير او كبير من الصحف والاصدارات. انا استحضرت الذاكره بمعامله الاستاذ نجيب المستكاوي لينا. فبالتالي كان الاهم اللي انا انقل خبرتي بطريقه مبسطه للاجيال او لاخواتي او زملائي اللي هم صغار السن. لان دي حقيقه مدرسه كبيره جدا. الاستاذ نجيب المستكاوي انا اتعلمتها منه. اشتغلت برضو مع الاستاذ محمود معروف فتره طويله، وقبليه كان الاستاذ حمدي النحاس. والاستاذ حمدي النحاس ده الاستاذ حمدي النحاس، عايز اقول لك احنا لما كنا في الكوره والملاعب تعملي 50 خبر عشان ينزل اسمك بونت 8 بعد ايه بقى؟ بعد سنه. أيوة. تخيلي دلوقتي ممكن واحد تلاقي بونت 7000 على خبر مش بتاعه اصلا. أيوة. جايبه من السوشيال ميديا. احنا كنا بنقعد سنه عشان ينزل اسمنا، تجيبي 50 خبر او 100 خبر عشان ينزل اسمك بونت 8 اللي انت تشوفيه بالعين المجرده، لازم تلبسي نظاره. طيب ما هو ده رولز. والكفاح اللي بيبقى في البدايه هو ده اللي بيصنع صحفي ناجح. يعني طبعا دي من ضمن الحاجات. السكواش كمان كل التحيه طبعا. والسكواش طبعا انجازات عالميه زي ما بيقول الكابتن سيد، حاجه مشرفه. يعني في العاب تانية بدات تخش كمان في المنافسه. والسكواش كان في محاوله اللي هو ادراجه ضمن الاولمبياد، لان احنا دايما بنضمن فيه ميداليات. وانا اتمنى للدكتور حسن مصطفى ويبقى يحصل فيه هنا تدخل. وانا اتكلمت في الموضوع ده وعملت اقتراحات كتيره جدا، اللي هو لو دخلت الاسكواش في الاولمبياد احنا هنبقى في حته ثانيه، هنضمن على الاقل 3 4 ميداليات في الفردي وزوج المختلط وحاجات كتيره قوي. لكن انا عايز اقول لك موقف في رمضان يعني بيستحضرني فرق وفردي قصدي. في الموضوع ده. لا سيبك، انا مش هتكلم بقى عن الشرقيه وجابت ايه لمصر. جابت حماده عبد اللطيف، وجابت عماد متعب، وجابت مصطفى ابراهيم، وجابت محمد صبري، وجابت بدر حامد، وجابت شمس حامد، وجابت ده كتير، اكرم توفيق من الجيل الحالي، ومحمد عبد المنعم. انا بقول لك دي الشرقيه جابت ايه، وجابت بتاع الزمالك الونش. كل دول من الشرقيه ولسه كتير، وعصام عبد العال واحمد العجوز. يعني شوف تخيلي الشرقيه جابت ايه، نجوم كبار جدا. وفي مجال الفن جابت عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، صلاح عبد الصبور يعني واكتر. انا كمان مش فاكر، عمرو دياب طبعا من الشرقيه، مير قمح. يعني نجوم، حماده هلال. الشرقيه يعني ابو طالب العيسوي. ابو طالب العيسوي المواهب فيها بالظبط. لا يعني لا انا عايز اقول ايه، ان اللي في موجود عندنا كوادر وعندنا لعيبه وعندنا نجوم، بس فين العين الخبيره بتاعت مصطفى حسين ابو الاشبال ولا عبد البقال؟ فين الناس دي؟ الكابتن سيد يوسف ممكن ينزل، انا متاكد اللي هو هيعمل كده وهيقول لي، وانا متاكد من غير ما يقول لي ممكن ينزل يكتشف 100 لعيب. انا دايما في الفرق الناشئين يقدر بدعمه بلعيبه من الاقاليم، يقدر ينزل يعمل كده. هو كابتن سيد يوسف، سيبك من الترسانه بقى. كابتن سيد يوسف انا بدعو الكابتن جمال علام والاستاذ وليد العطار، وانا ان شاء الله لما اقابلهم هقول لهم الكلام ده فيس تو فيس. طب هو سيد يوسف ده التاريخ الكبير تاريخ وجغرافيا والتربيه القوميه يا ستي، هو ليه ما يخشش يبقى هو زي الناس اللي بيكتشفوا النجوم من الشباب الصغير لامدادهم للمنتخبات الوطنيه، سواء 13 15 16. يعني ليه الناس اللي هي مميزه في الحته دي؟ لان كابتن سيد يوسف طلع لعيبه كتير جدا، فعينه حلوه، عينه كويسه بلغه الكوره في اكتشاف المواهب والنجوم. طب ليه ما يشتغلش؟ ناكد على الرقم. هو فعلا 26 مره. 26. شفت انا شاطر ازاي؟ من 33. انا شاطر اهو. برافو. سقفوا لي. لو كابتن السيد بقى، انت بتمارس رياضه ولا سبتها خلاص ولا ايه؟ اشراف انا طبعا ومسؤول على ببقى موجود في النادي. وزني زاد شويه كده. انا عندي غضروف وكده، ان شاء الله انا بعالجه، وبعد كده اصلا النادي موجود. المشي ما عندكش حجه. لما اروح النادي بمشي مثلا، بمشي من 9 ل 10.
كويس. ونطلع حمام السباحه. اه وبعدين في جمانيزيوم وساونا على اعلى مستوى. تمام. وبعدين بخش مكتبي بقى الساعه 11 يعني ايه افكر هفطر ايه لسه. ايوه طبعا يوم ويوم على حسب لكن كده بتبقى جميله جدا يعني. صعب قوي على الرياضي ان هو ما يمارسش رياضه. لا الواحد كل ما يكبر الرياضه محتاج الرياضه اكتر، محتاج الرياضه اكتر. وبعدين بيحس بصحتنا. ولو في اي حاجه الواحد بيلحق. نعم. من الناحيه الطبيه كل 6 اشهر بعمل تشيك على جسمه كله. تمام. طبعا لو في اي حاجه من الناحيه الرياضيه ومن ناحيه ياسر بقى محافظ الحقيقه على وزنه فورمه ياسر فورمه ما شاء الله. بس مش هلعب الماتش الجاي. وده مهم جدا الحفاظ على الصحه. اكيد انا عايز اقول لك انا كمان انا بلغه الكوره انا سمنان شويه بلغه الكوره. انا يعني مش عايز اقول السبب وكده، كان جالي رباط صليبي من فتره وعملت العمليه. كان عندي قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف وانصباب في الركبه وعملته الحمد لله العمليه. بقالي سنه الحمد لله او سنه يعني سنه ونص تحديدا، داخل في سنتين اهو. وبحاول ان انا يعني عملت علاج طبيعي وتاهيل، بحاول لغايه دلوقتي برضه. بس طبعا عايز اقول لك الاصابه وكابتن سيد طبعا سيد عارفين خدت وقت ولسه برضه رجليا ما رجعتش زي الاول. يعني ما فيش حاجه بترجع زي الاول. مع الوقت بحاول امشي. عندنا في نادي الزهور شويه بحاول امارس رياضه المشي. نادي النصر بروح امشي شويه، لو رحت حتى الزمالك ولا الاهلي يعني. اقصد ايه، انا عضو في الحاجات دي على فكره. لكن للاسف برضه زي ما كابتن سيد بيقول الوقت برضه شويه بتحس النفس انت قاعده مع الولاد قاعده مع المدام فمحدش بيشجعك. فانا اقوم سايبهم وبالترنج بتاعي اللطيف وماشي والوكمان وماشي في التراك وماليش دعوه. لا انا عندي مروان. انا عندي مروان يعني اللي بيلعب في المنطقه دي معايا. ممكن جيم ممكن يجري شويه ممكن. عندي احمد بقى الزغنطوط عايش في دور بقى ايه محمد صلاح في ليفربول. هات لي بقى فننه البداع وعايز العب وعايز اشوط ويعمل لي شايف يجيب لي بالونه يعمل لي دبل كيك وحاجات كده زي هالاند الجون اللي حطه النهارده. طيب بيقعد في مع السيتي اللي هو ماتش مع ساوثهامبتون بيحاول يعمل احمد القصه دي. وعندي برضو كنزي بتحب تمشي يعني بتحب برضو تمشي كتير قوي. برضو دي حاجه كويسه. لكن وبرضو المدام برضو نفس العمليه. ليه؟ لان انا يعني انا الاتموسفير بتاعي بحب الرياضه. بتفرج على البريمير ليج على الدوري الاسباني. عندي الحاجات دي في البيت. بتفرج على كل الدوريات. مش كله طبعا انا مش فاضي 45 ساعه في ال 24 ساعه. لكن اقصد لكن قدر الامكان 3 دقائق من كل دوري من اهداف من بتاع. لكن محمد صلاح ليفربول ببقى يعني بحاول او بحافظ ان انا لازم اشوفه. خاصه لما بيلعب. عارفه محمد صلاح لو جه قعد لغايه الدقيقه 60 واتغير ما اتفرجش على الماتش. والله العظيم ما بتفرج على الماتش. لازم صلاح يعني الماتش اللي فات. لا عشان تعرف حصل ايه بعد ما هو خرج. لا ما فيش مشكله. بس انا يعني اقصد صلاح ايه يعني انا بعتبر ابتسامه الامل في مستقبل مشرق للكره المصريه والعربيه والافريقيه. واللي يعرفه واللي ما يعرفوش وهو فخر العالم. لكن انا عايز اقول لك جزئيه بقى جميله جدا بحكايه رمضان ودي انا قلتها برضو افكرك بيها. قلتها السنه اللي فاتت. احنا كنا بنلعب دوره رمضانيه وكنا حريصين ان احنا نلعب الدوره الرمضانيه. وانا بقى عايش في دور ايه كابتن الفريق. فطبعا كان في اصابات كتيره قوي في الفريق. وقلنا مصممين نلعب الدوره دي دوره خماسيه زي ما حضرتك عارفه كابتن سيد. دوره خماسيه بنلعبها في احد يعني. الانديه في النادي. بيعملوا 8 فرق. لا احنا عندنا دوره رقاد. لا عندنا دوره الرقاد الرياضيين عندنا. انا السنه دي ما اشتركتش. يعني ما حسيت ان انا ما قدرتش. يعني مش زي لان رجليا ما رجعتش ولا السنه اللي فاتت. لكن الركب ايوه كنت مدير اداري وبتفرج بقى ومدير كوره وبنظم. لكن الموضوع مش زي الاول وان شاء الله هيرجع يعني. فالماتش ده احنا لعبناه 5-5 وكنا وصلنا قبل النهائي. الشوط الاولاني كنا بنلعب ربع وربع لان الخماسي ما بنلحقش. خلي بالك الخماسي ربع. لا ده ربع ساعه. ده عدد كبير جدا. ده دقائق كتيره ومجهود كبير جدا مش زي الناس فاكره. ربع ساعه ده كتير بالنسبه للسن بتاعنا يعني اللي انا عديت ال 25. المهم فالنتيجه الشوط الاولاني اتغلبنا 6-0. تخيلي مأساة كتير قوي. كتير. فانا بقول لك شوفي قد ايه المعاناه. فطبعا انا متضايق. انا ما بحبش. انا عامل زي حسام حسن ما بحبش اتغلب حتى لو عارفه حتى لو لو بلاعب نفسي. ايوه يعني حتى كتير قوي ما بحبش يعني ما بحبش اخسر خالص حتى لو ماتش ودي. فطبعا غينا الشوط الثاني عملت شويه تغييرات وبرده لعبت. المهم خلاص فاضل دقيقتين والحكم هيصفر. هم جابوا الجون السابع بقت 7-0. وطبعا كارثه. كارثه طبعا. انا هحرمهم من الاكل مش هيتسحروا. لكن جينا بعد كده خلاص فاضل دقيقتين والماتش يخلص. الواد لعب الكوره كده ما اعرفش جايه منين
جايه قمت انا، لا انا اللي جبت جون، جايت لي كده بوش رجلي، قمت لطشها لقيتها ايه زغرطت في الشبكه. قلت 7-1 قلت 7-1. ايه بقى، ما انا هقول لك بقى الرياكشن، خدي بالك من اللقطه دي. قلت لهم برافو يا رجاله برافو، خلاص احنا قربنا نتعادل. عايز اقول لك الفريق بتاعه والفريق الخصم والحكم وقعوا على الارض بالضحك، مش قادرين يقوموا يا جماعه. ده خلاص، ده يعني انت 7-1 يا لهو من العار يعني 7-1. لا بس الامل ايه رايك؟ انك ايوه بيه. لا لازم اديهم طاقه ايجابيه ولازم احفزهم واقول لك كان فاضل خلاص يعني دقيقه الراجل هيتوت هيصفر. قلت لهم خلاص يا جماعه احنا قربنا نتعادل، والناس وقعت من الضحك. عايز اقول لك المتفرجين اللي سمعوني ورا الجون وقعوا كمان من الضحك. كانت لقطه جميله جدا جدا والناس صورتها وكانت طبعا فدي ترتبط برمضان برضه. طبعا لسه اختزام عزماني بكره ان شاء الله. اختزام بكيرو تقول لي انت هتاكل ايه المره دي. هي اللي عزماني. هي بتعزمني على طول يعني في البيت الكبير. بس هي طبعا بيبقى ليها بيتين في الهرم مع اصحابها كبار السن يعني وكده. وبتسالني بقى لازم هتاكل ايه، مش هتعمل من مزاجها يعني. ايوه بس ربنا يديها الصحه. لازم تعمل لك الحاجه اللي بتحبها. امرها لله بقى. طبعا زي مدام انا بشكر على الهوا كده، بشكر مراتي حبيبتي اللي هي استحملتني طول السنين دي كلها وعشت العمر. وربنا يبارك في ولادي محمد وكريم ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب استاذ ياسر تقول ايه في ختام فترتنا كده، احنا بنقرب على النهايه. انا حابه برضو اعرف يعني احدث يعني ما كتبت في الرياضه واحدث المتابعات، سواء اللي انتهت او اللي هتكون في الايام القليله القادمه. طبعا الكل بقى بيستعد لمتابعه نهائي كاس مصر والاهلي وبيراميدز. يعني بالنسبه للكره يعني انا يمكن اخر حاجه النقد الرياضي مهتم بيها اكتر طبعا. يمكن انا اخر حاجه اللي هي الموضوع الاهلي وبيراميدز في نهائي الكاس. انا كنت عملت مقترح. قلت كلمتين ونص كانت كاتبها كده، وقلت يعني ما فيش مشكله لما احنا نجيب زي ما عملنا اتفاقيه مع حكام تونس قبل كده، وهم الحكام المصريين بيحكموا في تونس زي ما حضرتك تفضلت قلت محمد معروف. مباراه صفاقس تقريبا والمنستيري، فانا اتحاد المنستيري. فانا بقول كان في الموجز. فانا بقول ان مش مشكله ولا عيب ولا حرام اللي احنا يكون حكام توانسه يحكموا ماتش زي الاهلي وبيراميدز ونخلص الجدل. يعني جدل ايه؟ اصل انت اللائحه 14 يوم، طب ما انت اصلا اتبلغوا قبلها ب 10 ايام. يبقى انت ما تقوليش لائحه، يبقى في عندك مرونه. والحكم التونسي نقول ان انت هتحكم هتاخد بالجنيه المصري مش دولار ولا حاجه. واحنا حكام مصريين هيروحوا برضو نفس القصه لمباراه في تونس في الترجي وصفاقس. دايما هما والنجم الساحلي دايما بحكام مصريين. فدي ده يمكن اخر حاجه كتبتها. وقلت كمان ان محمد صلاح بيعاني الامرين مع ليفربول، وقلت يا رب كلوب يمشي ويا رب صلاح كمان يمشي. قلت كده ليه؟ قلت يا رب صلاح طبعا يروح برشلونه او ريال مدريد، لان هو او مش باريس سان جيرمان، لان هو صلاح محتاج، برشلونه محتاج لعيب في مركز صلاح. وكمان يعني برضو نفس القصه لريال مدريد وانشيلوتي، لان كمان الاهميه اللي احنا لازم مش نخدم على محمد صلاح او ندافع عنه. محمد صلاح ملوش اعلام قوي يدافع عنه، لكن هو مستواه الكبير جدا واداؤه المشرف بيفرض نفسه على العالم كله. صحيح. يعني لما تلاقي واحد زي جارديولا بيقولوا على محمد صلاح، فبيقول لهم محمد صلاح لعيب عالمي. انا مش محتاج اتكلم. محمد صلاح لو معايا في السيتي هيحرز 80 هدف كل موسم زي هالاند، لان كل اللعيبه بتخدم على هالاند. فبالتالي محمد صلاح عنده القدره والرغبه اللي هو يحرز اهداف، لان ما زال جائع كوره.